صباح الخير حبايب، صباح العافية على عيونكم. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وبصحة وألف عافية. اليوم منين أبلش؟ منين أبلش بعد طبعا ما راحوا الطلاب للمدرسة. شوف غرفة النوم. شوفوا طبعا المواد الغذائية البارحة حولت هنا عليها كانت تمطر والسقف من هناك يخر، والشتا لاعب بينا جولة، لا هو رايح ولا هو ظل. وهنا شوف الألعاب المطشرة. وهنا راح أروح أبلش تنظيفات، واليوم عندي هم غسل بطانيات، لأن صراحة البارحة بنتي اسم الله عليكم فرد مرة حالتها مو زينة وزواع وما خلتنا ننام، فما خلت غطا ما دمرته. وشوفوا الفراشات كلها مهوسة. وجاي أشوفكم حالة البيت، الغسالة هم مشغلتها، وهذا حال المطبخ. يعني قلت لكم الصراحة من البارحة ما مشتغلة، لأن بنتي اسم الله عليكم كلش مريضة وزواع ومستبردة. فلليوم يلا شوية صارت زينة، وهسه حبلش وغدان اليوم هاي الحلوة، وإن شاء الله تقضون وياي وقت كلش حلو. وأدري هذا الفيديو ما راح يصعد، بس شو أسوي، أحبكم لازم أصور لكم ما أقدر. باي بعد ما خلصت غرفة الجهال تعزيل راح أبلش أكنسها. هنا راح أشغل المكنسة. بعد ما نظفنا غرفة الأطفال راح نشعل لها عود بخور ونخلي بيها، ونروح ننظف الباقي ونحطه. ماكو مكان. شوي نفرغ عود البخور بيها. نشتعل قديم نحطه بمكانه الجديد. راح نكمل شغلنا. هنا هم جيت على الغرفة الثانية، راح أعزل فراشاتها وأكنسها. أشوفكم الباقي. هنا عزلت الهول، راح أبلش أكنسه. وهنا شوية شلت طارف الفراش، لأن شوية هنا عندي النمل حافر وموسخ، فلازم أنظفه بالمكنسة الكهربائية. ومثل ما تشوفون بنات غرفة غرفة أعزل وأنظف، هيك أحسن وأريح، حتى ما تصير عليكم هوسة وانتم تحسون نفسكم مرتاحين. يعني بعد ما كنست الهول رتبت الفراشات، هم شعلنا عود بخور، بس هذا البخور شنو صغيرون لأن مكسور، ما أدري جهال لاعبين بيه ما أعرف شنو، كاسرين لقيته مكسر بالباكيت، فيلا يوفي بالغرض. هنا راح نحطه بزرف الحائط ونخليه. هسه راح نروح نكنس الهول. هاي مثل ما شفت هنا المكنسة، هذا الهول حبلش هم أكنسه. وهنا كنست الصالة وعزلتها. وعدنا هنا هم الغسالة جاي نموص هدوم. وهسه هنا هذن الملابس هم راح أغسلهن. وهسه راح نيجي على القنبلة الأكبر اللي هي المطبخ، نبلش نعزل المواعين غسلناهن بالليل. يعني قلت لكم بنات اسم الله عليكم بنتي مسخنة وما خلتني كل شي أسوي، فأغسل وأشتغل وأذب بدون واهس.
فاليوم لا الحمد لله شوية صارت زينة وراحت بلشت تداوم. وتريقت طبعا برتقال، يعني شايفين هيجي الناس تريق بيض تجيبين بيجي تريق برتقال. هسه أنا راح أبلش أعزل هاي المواعين النظيفة حتى راح أغسل دنيتها مالت الريوق. عزلت المواعين كنت غاسلتها، مسحت الميز نظيف. هنا السمك حاولتها من المغسلة هنا، لأن هنا عزلت مواعين الريوق راح أغسلهن. هسه حبلش أغسلن وأرجع لكم، لأن ما أقدر أغسل وأصور صراحة، لأن ماكو أحد وأنا أصور. خلصنا المواعين غسل ومسحنا الطباخ. هاي المواعين مالاتنا الجميلات غسلناهن همين. وهذا الغدا مالتنا هسه راح أحطها بالفرن. وهنا راح أبلش أكنس المطبخ وأرجع لكم. خلصنا المطبخ، تنظيف تعزيل. قولوا لي بشرفكم بالله مو من بيت. راح أسوي الغدا. هنا ملحت السمكة وحطيتها بالصينية، راح أروح أغسل الحوش حتى أشر الملابس. وأني بنات ما راح أنزل يعني أصور طريقة السمك شو راح أسوي تمن، لأن بنات أنا سابقا مصورتها بالقناة يمكن فيديوهات 2 منزلة شلون أسوي التمن الأحمر والسمك. بس هاليوم راح أسوي تمن أصفر وسمك، لأن البارحة بالمقلوبة كنت مسوية تمن أحمر، فما راح أصور الغد لأن أنا مصورتها قبل هالمرة ومسوية التمن والسمك، يعني التمن الأحمر والسمك. هنا بنات بلشت أغسل الحوش مثل ما تشوفون. والله أنا البارحة غسلته بس شنو اليوم ماطرة وصاير وسخ وتراب، تعرفون الجو مو صافي، فقلت لازم أغسله قبل لا أشر الملابس. ولازم يجينا بالمسواك. ربي يرزقك من عالي أبوابك. لازم يجي كل ما أصور لازم يجي. لازم يجي يا بالمسواق لازم. شو يسوون رزقهم الدنيا صعبة لازم يطلعون، خاصة الكسب إذا يوم ما يشتغلون خطية الله يساعدهم. ربي يرزقهم من عالي أبوابه يا ربي. نسوي كنا على هالوضع التعبان هذا، الله يرزق الجميع يا رب العالمين. وهنا حبايب بعد ما نشفت السطح شريت الهدوم، والجو هوا اليوم بس يخبل. مساحة راح أكمل شغلي الباقي وأشوفكم. وهنا سويت تمن أصفر ويا السمكة، طبعا السمكة بالفرن حطيتها. وهنا قاعدة أغسل فراشات لأن قلت لكم بنتي اسم الله عليها زوعت وهاي، فراح أغسلهم وأكمل باقي شغلي وأرجع لكم. بس هذا فيديونا لليوم، وهذا غدانا المتواضع الجميل، سمكة والزلاطة وتمن الأصفر. وإذا وصلتوا لهنا من الفيديو أنا ممنونة منكم وأتمنى مشاهدة كاملة. وإذا أول مرة تزورون قناتي لا تنسونا باللايك والاشتراك. أحبكم هواية، مع السلامة.